وصفتي لليوم هي وصفة أول يوم رمضان اللي لازم معظم البيوت السورية تبيضها بمناسبة رمضان المبارك، أو حتى ممكن نبيضها بأكلات العيد. عملت معكم الشاكرية أو أرمان بلبن، وطبعا عملت جنبها فريكة المفلفلة مع أسرارها والطريقة الأصلية لطبخها. تعالوا لنشوف طريقة العمل ونتعرف على المكونات. بتمنى الفيديو يعجبكم، ولا تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس. في البداية بدنا نحضر لسلق اللحمة. أنا هون استخدمت اللحمة اللي بتجي شقف، لحمة الغنم ولحمة العجل اللي بتجي فتيلة بالظهر بتكون كتير طرية. طبعا فيكن تستخدموا هاي اللحمة، وفيكن تستخدموا لحمة الموزاد، وفيكن طبعا بالدجاج. هلا في البداية أنا رح أبدأ أعطي تشويحة للحمة حتى تحتفظ عندي بالعصارة وما تطلع معي ناشفة. راح تكون النار عندي على نار عالية، بعطيها هيك تشويحة خفيفة، بقلبها مثل ما شايفين. بدي اياها تاخد لون من كل الأطراف، وبعدين برفعها على النار، وبكمل كل الكمية عندي بهاي الطريقة. وهلأ بعد ما جهزت عندي كل كمية اللحمة، راح أبدأ إني أضيف المي السخنة عليها. هلأ بضيف المي السخنة، ببلش إني أشيل الزفرة، بعدها بحط المطيبات. طبعا بهاي المرحلة فيكم تستخدموا طنجرة الضغط. بحط عليها بس معلقة صغيرة من السكر. السكر بيساعد على إنه اللحمة تستوى عندي بسرعة. مثل ما شايفين رح أبلش أشيل الزفرة وما أخلي أي شي نهائيا. هلا رح أبدأ أحط مطيبات اللحمة. مطيبات اللحمة هي عنا عود قرفة، قرنفل، هيل، وورقتين غار. طبعا ما منكتر كتير بهارات، وفلفل أسود مطحون أو حب المتوفر عندك. هلا كل ما شفت عندي زفرة بحاول إني أشيلها. وهلا بعد ما غلت عندي اللحمة، نقلتها على طنجرة ضغط. تقريبا أخذت معاي نص ساعة. طبعا إذا مش متوفر عندك طنجرة الضغط فيكي تسلقيها بالطنجرة العادية، ولكن بتاخد وقت معك ساعة ونص. بهاي المرحلة بدنا نحضر للبن. أنا هون عندي لبن، استخدمت كيلو من اللبن، جبته من السوبر ماركت، بيكون طعمه مايل للحموضة. طبعا لازم الشاكرية تكون عندنا طعمها مايل للحموضة، بتعطينا طعم كتير طيبة. واستخدمت هون 2 كيلو من اللبن الغنم. طبعا لبن الغنم بيعطينا طعمة كتير طيبة، أصلا هي أصول الشاكرية بلبن الغنم. ضفت عليهن 2 حبة من البيض. طبعا البيض ما بيعطينا زنخة ولا أي شي، بس بيساعدنا على أنه اللبن ما يفرط، فما تخافي. إذا مش حابة تستخدمي البيض فيك تستخدمي النشا. هلا رح أبدأ أخلطهم كتير منيح حتى تختلط عندي كل المكونات. أنا استخدمت البلندر، فيك تستخدمي الخفاق اليدوي أو الخلاط. وهيك صار عنا قوامه بعد ما انخلط. هلا بدي أرفعه على النار. هلا بشغل النار على نار متوسطة، وما بشيل إيدي أبدا عن التحريك حتى يبلش عندي اللبن يغلي. ضروري هاي المرحلة. هاي المعلومات يلي عطيتك إياها مشان اللبن إذا بيفرط معك، فهاي الطريقة الوحيدة يلي ما بيفرط معك. إذا اتبعتي الخطوات رح يزبط معك. وهاي اللحمة صارت عنا جاهزة، دايبة دوب. وهاي مثل ما شايفين اللبن عندي غلي. ببلش إني أضيف من مرق اللحمة. طبعا لازم نضيف مي على اللبن لأني رح يطلع معانا كتير سميك. حسب قوام اللبن عندك بتقدر تضيفي مي، ولكن المي أو المرق اللحمة اللي بدك تضيفيها ضروري إنها تكون سخنة. إذا حطيتيها باردة رح يفرط معاك اللبن. هلا رح أبدأ إني أضيف اللحمة وأتركهم يغلوا مع بعض تقريبا مدة ربع ساعة.
هلا بعد ما ملحت رح أبدأ أضيف معلقة صغيرة من السمن الحيواني، بيعطينا طعم كتير طيبة. طبعا في ناس بهاي المرحلة بتضيف على الشاكرية بصل، ولكن على الطريقة الحلبية ما منضيف لا بصل ولا توم. هلا بفرجيكم شو منضيف عليها بنهاية الفيديو. هلا رح نحضر للفريكة. أنا هون استخدمت معلقتين كبار من اللية الخروف اللي هي دهن الخروف، واستخدمت معلقة كبيرة من السمن الحيواني. طبعا بيعطينا نكهة جدا جدا طيبة، وهي أول سر من أسرار الفريكة. بدي أدوب اللية مع السمنة. هلا بعد ما دابت عنا رح أضيف 4 حبات من الهيل، كمان بحمصهم مع اللية. بهارات الفريكة يعني جدا مختصرة، ما بحب ينضاف عليها كتير بهارات حتى ما تروح عندي طعمة الفريكة. هلا رح أبدأ أضيف الفريكة. أنا هون استخدمت نص كيلو من الفريكة. ممنوع نغسلها وممنوع ننقعها للفريكة، بس غسلناها أو نقعناها راحت عندي طعمة الفريكة، وراحت تحميصة الحرق يلي بالفريكة يلي هي اللي بتعطينا النكهة الأصلية للفريكة. هلا رح أضيف عندي معلقة صغيرة من السبع بهارات أو البهارات المشكلة مشان يتحمصوا عندي مع الفريكة. وراح أضيف رشة من الفلفل الأسود ورشة من الهيل. أخذ عندي تقريبا مدة التحميص يعني تقريبا 10 دقايق. بتبلش عندي حبة الفريكة تعطي لون ذهبي، وبتطلع عندي ريحة تحميصة الفريكة اللي كتير بتشهي. هلا رح أبدأ أضيف المي. أنا المي اللي استخدمتها مية سلق اللحمة، بتعطينا طعم كتير طيبة. كل كاسة فريكة بدها تقريبا كاستين إلا ربع من المي. هلأ ببدأ إني أملح. تقريبا حطيت هون معلقتين صغار من الملح. في البداية بتركها تغلي على النار، على نار عالية بدون ما أغطيها. وبس بلشت عندي حبات الفريكة تبين بغطي الطنجرة وبهدي النار، بتركها على نار هادية لحتى عندي حبة الفريكة تستوى. وهلا بعد ما استوت عندي الفريكة، شوفوا ما شاء الله كيف الفريكة مفلفلة وما مخبصة عنا ولا معجنة عبعضها. هلأ رح نقدمها بصحن التقديم. وهاي الأرمان بعد ما صار عنا جاهز أو الشاكرية، هاي الإضافة اللي حكيت لكم عنها ببداية الفيديو. بنضيف العصفر، بنضيف تقريبا معلقة أو معلقتين كبار من العصفر، بيعطينا لون وطعم كتير طيبة للأرمان. وهيك صارت عنا أطيب شاكرية ممكن تقدموها لعيلتكم. بتمنى يكون الفيديو عجبكم والوصفة عجبتكم. شكرا على حسن المتابعة، وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني من الاشتراك وتفعيل زر الجرس والضغط على اللايك، ويعطيكم ألف عافية.